واؤكد غدا العيالات ما تجوش. غدا الجامع راه مسدود ديال العيالات، غدا الجامع ديال العيالات راه مسدود، والصلاه ديال المراه في دارها حصل ليها من الصلاه. اي وحده غتمشي للجامع الا وتشهد بنفس الكلام، تقول لك راه كنهضروا بزاف. علاش؟ كتلاقى مع جارتها شحال ما شافتها، وكتلاقى مع صاحبتها شحال ما شافتها، وكيبدا الحديث غير كيصليو العشاء، وقبل العشاء بعد هذيك ربع ساعه كدوز على المصلين. هذه شهاده. اعيد واؤكد غدا العيالات ما تجوش. غدا الجامع راه مسدود ديال العيالات، غدا الجامع ديال العيالات راه مسدود، والصلاه ديال المراه في دارها حصل ليها من الصلاه في الجامع ديالها. ما يجي شي واحد يقول لك راه حبس على الجامع ديالنا، راه ما حبستوش. الناس مطوعين 5 الشباب ولا 6 متعاونين معنا ومخلين الصلاه تا هو كانوا يصلوا، وشي وحدين مقابلين 40,000 ولد الفوق ومقابلين يدخلوا لكم العيال تما، شي يهز السناطر، شي كيمشي، شي خارج، وانتم مناقشين وسط الجامع. اش الفضل كندو معكم حتى شي فضل، غير كندو غير جاي شي واحد يقول لي راه هاد المضربات هادي، لا هاد البنت حبست هادي، لا هاد البنت الله يرحم والديكم والعيالات ما نتحشموا مع حد باش يدوزوا العواشر اللي يخرجوا على خير. غدا راه الجامع ما كاين، ونعاود ناكد حتى تقادوا غير بعد غدا باش نشوفوا شكون اللي تصلي، ولا نديروا واحد حدا الباب يقيد بيتصلي. نعم زيدي انت، ما بيش تصلي انت لا رجعي. هادشي اللي خاصنا نديرو. اذا غدا ان شاء الله ما جاش هاد العيال باش نرتاحوا شويه ونتهناو، راه عندك لاجر قابلي الدار ديالك وقابلي ولدك باش تعرفي القيمه ديالاش ديال الانسان اللي بغى يمشي للجامع. حنا الانسان تيراه من باب الترويح، من باب الترويح نعم، ولكن ما كديرنا الصباح، كديرنا البلباله. اللي ما دير البلباله تبقى في دارهم بلا ما تجيش. راكم قبل ما ندخل لنا الدرس راكم مجمعين بحال ما كتعطوا القيمه لذاك. وجهها لبعض النساء اللي كيجيو عنده هو المسجد اللي كاين فيه، قال لهم الاحسن تبقاو تجيو صليو في ديوركم، على حسب ما قال بانهم كيديروا الفوضى وتيديروا الضجيج وكيجيبوا الدراري الصغار. اكثريه ديال الناس مشاو معاه في الخط وقالوا له عندك الحق، لان الصلاه هي الخشوع، والصلاه هي الطمانينه، والصلاه هو الانسان كيتكونسونطرا مع الصلاه ومع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي مني كيكونوا حداك الاطفال والصداع والضجيج، اكيد ان حنا راه في واحد العصر راه ما بقيناش في العصر ديال الصحابه وفي العصر ديال الخلفاء، ان الناس كانت واخا تريب حدا الدار ومتخشع مع الله سبحانه وتعالى ما غيحس بوالو. الله يسمح لينا، الناس راه دابا كتكون كتصلي وعاد كتفكر شي حاجه توضرت لك. الشيطان كيكون داك الخنزب اللي كيقولوا له واقيلا سي مصطفى، فما بالك ان واحد يكون كيدوي حداك ولا مشعل حداك التليفون ولا شاعل التلفازه وما الى ذلك. جينا عند شيخ مصطفى العربي بحكم انه تبارك الله عليه حافظ لكلام الله وانسان فقيه في الدين، غادي يقول لنا ما حكم الشرع في منع النساء من ولوج المساجد والصلاه في المساجد. السلام عليكم سي مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي فاطمه زهراء، كنشكرك بصراحه على هذا الموضوع اللي يلاه بان بغيتي تبيني الحقيقه صراحه. فبالنسبة للإمام حفظه الله اللي هو رجل من القيمين، يعني الدينيين، من رجال القيمين في الدين والمسؤولين على إمامة المسلمين في شتى المساجد، فإذا تكلمنا على أركان الإسلام اللي هي 5، هو دوا على واحد الركن من أركان الإسلام اللي هي 5 أركان الإسلام اللي هي الشهادتين ثم الصلاة. هو هضر على ركن من أركان الإسلام هو الصلاة. هذه الصلاة جات في واحد الظرفية اللي هي وسط ركن، يعني وسط ركن وسط ركن. انت غادي تصلي صلاة العشاء ثم بعد ذلك تصلي صلاة التراويح اللي كتكون وسط ركن من أركان الإسلام اللي هي الصوم. إلا خدينا هاد 2 أركان الصلاة والصيام نمشيو لواحد ركن آخر الله كيوصينا فيه. أي شيء اللي الله كيوصيك فيه إلا وكيكون الأمر ديالو عظيم. مثلا على سبيل المثال الحج، الله تبارك وتعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني وجدوا روسكم هيئوا روسكم. كنلقاو حتى هذاك الحاج لما كيبغي يمشي للحج سواء امرأة ولا رجل، هنا يكتمل السؤال علاش مني انا نبغي نمشي للحج كنمشي موجد وكنمشي عارف وكنمشي الى اخره. واش هادو ماشي اركان الاسلام؟ لا، حتى هما اركان واعظم واجل، خصنا نعظموهم. طيب حنا الى تكلمنا على المسجد ديال الحي، لان المسجد مني كيصليو فيه سوا رجال كيعرفوا بعضياتهم، سوا النساء كيعرفوا بعضياتهم. الرجال يكونوا قلال الكلام، هذا يعني لا حرج فيه للنساء، هذا عرف معروف، لا حرج فيه للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا اخواتاتي راه ما منعكمش النبي من الجامع،
ولكن قال لك البيت ديالك خير لك. اكيد لا لماذا؟ تمنعوا إماء الله مساجد الله. الله يرضي عليك. وحتى اي وحده غتمشي للجامع الا وتشهد بنفس الكلام، تقول لك راه كنهضروا بزاف. علاش؟ كتلاقى مع جارتها شحال ما شافتها، وكتلاقى مع صاحبتها شحال ما شافتها، وكيبدا الحديث غير كيصليو العشاء، وقبل العشاء بعد هذيك ربع ساعه كدوز على المصلين، هذه شهاده وكل شيء غيقولها. دابا انت راك امام ديال اميتي العديد من المساجد، عديد من المصلين، واكيد انك حضرتي لا في مساجد كبيره ولا مساجد صغيره، حضرتي لبعض النساء اللي الصراحه كيف ما قلتي هذه القضيه ديال النساء اكثر كلاما من الرجال، هي راه دراسات ماشي فقط دراسات عربيه، ولكن دراسات اللي هي امريكيه وانجليزيه. تيقول لك المراه ما عرفتش شحال كتقول من كلمه في الساعه، الراجل كيقول مقابل ديالها شي كلمات تقولها الرجال مع التعب وكذا، جاي باغي يصلي ويمشي، هي لا بالعكس كانت في الكوزينه نهار كامل ما كتهضرش، كتجي كتعاود الاحداث كامله. حنا في المقصوره، يعني المقصوره كاينه مقصوره وكاين مكان اللي كيتجمعوا على بعض النساء باش ما نسماوش اننا تنعمموا. كاينين بعض النساء اللي كيجيو كيديروا هذا الشيء اللي غادي يقول لنا الشيخ مصطفى، واللي قالها الشيخ او الامام اللي قالها في الفيديو. وكيف ما بغيت كما قلت لكم ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتهن خير لهن، في اخر الحديث وبيتهن خير لهم. اذا حنا غنشوفوا شهادات حيه، شهادات حيه اللي غادي يقول لنا الشيخ مصطفى اللي حضر لهذا الشيء، وراه تبارك الله عليه راه مصلون. نهضروا على العشاء، راه صلوه مثلا العشاء داز خيرا بردا وسلاما. راه كندخلوا في التراويح، كاين بعض النساء مثلا كيصلوا جوج ركعات وكيجلسوا. تخيل معايا الامام مضارب مع المتشابهات ديال القران، متشابهات جرك المتشابهه، متشابهات جرك المتشابهه. نعطيك غير ما بين القصص وياسين، كاينه في القصص وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وفي ياسين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. هي رجل تبدلت المواضيع ديالها في القران. يا ايها الذين امنوا، شحال وحده كاينه في القران. يعني القران كله متشابهات. فاجتنبوا لعلكم تفلحون، فاجتنبوا لعلكم يعني المتشابهات ديال القران كثيره. تخيل معايا الامام راه كيصلي حتى كيسمع الضجيج موراه، راه كيكون في البقره حتى كينتقل للسبح، كيلقى راسو يقرا في سوره اخرى، لان حتى هو بشر عادي. راه خص راه مركز راه السمع، لان الصوت ثبت علميا ان الصوت كيجر الشوشره، كيجر، خاصه صوت النساء، يعني كيجر هذاك المصلي. يعني كيفاش غادي يركز وكيفاش. لذلك انا غادي للمسجد من اجل باش نجيب واحد الخير عظيم، واحد الاجر. مني غنمشي للمسجد وغنجيب معايا غير السيئات، ليش غنمشي ليه؟ اكيد. غير الا كنتي كتصلي غير في الدار مثلا وكانوا وليداتك تيغوتوا، اولا كان التلفزيون شاعل اولا التليفون كيصوني، علاش كيقول لك التليفون ديروا لي سيلونس؟ احيانا حيت هذاك الشيء حتى هو راه كيدير واحد الانتباه، كيحيد الانتباه ديال المصلي وما كيبقاش التركيز، وبالتالي حاليا في بزاف ديال المساجد وزاره الاوقاف جزاهم الله خيرا داروا واحد لاباري كتحيد الريزو من التليفون. ما بقيناش كنلقاو حرج كنقولوا ديروا التليفون السيلونس. الامام كيلقى حرج يقول للنساء سكتوا، كيقولها ليهم النهار الاول في رمضان، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع كيسكت. ما شحال قدو يقول لهم الله يجازيكم بخير سكتوا، الله يجازي والعيالات الله يجازيكم بخير سكتوا. الناس كيتسناو في الصاله، كاين شي راجل كبير طالع عليه الزعاف وسكتوا، مهربينهم من الدار بالضجيج وكذا كيقول لهم سكتوا. يعني كينوض هذاك الفوضى في المساجد. علاش غنساهم ندير فوضى؟ اري وحده ما باغاش تهضر، غير جالسه ومحترمه راسها كتبغي تنهى عن المنكر او تامر بالمعروف. يعني تريد ان تامر بالمعروف او تنهى عن المنكر، كدور فيها الاخرى كتقول انت مالك، انت اللي عارفه، غير انت اللي مفقهه في الدين. وكاين كاين هذا الشيء راه شحال من مره وكيوقع خصام بين العيالات، كتلقى وانت حتى كتنوض وحده هداها الله غير في رمضان باغا تصلي وباغا تتوب الله، حتى كتبدا حتى هي غير من الصمته لتحت. واش هذا بقى مسجد؟ هذا راه بالسيف. هذا الامام ما نلوموش، علاش؟ لانه شاف، لان هذاك الحي اللي ربما او القريه اللي كيصلي فيها واحد النساء بهذا الشكل هذا كيجيو للمسجد يحلو لهن الحوار والحديث. واش كتظن ان هذا الامام غادي ينوض ويدير واحد الفيديو لا ما يمكنش في رمضان ويمنع؟ والرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تمنعوا النساء مساجد الله. فما بالك؟ انا اعاتبه واخالفه في مساله واحده. انا ما تصنش الفيديو ديالو كامل، لكن حبذا انه يبين الامر، يقولها. علاش؟ لان حتى في اي حوار في القران لما كنعطيو نهي او امر كنلقاو التعليل، العله. يوسف لما مشى عند الاب ديالو يعقوب
وقال لي يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. يعقوب باش جاوبه قال لي يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، انهاك ياك. قال انهاك، اعطاه علاش؟ قال لي فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. بين المصدر ديال الكيد والمصدر ديال الضعف، بانهم غيجي الشيطان وغيوسوس لهم وغيحاربوا خوهم. يعني لقمان حتى مع الابن ديالو في هذاك الحوار كان جيدو كيعطيوه اوامر ونواهي وكيعطيه التعليل، الى ان قال له يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. امر بواحد 3 ديال العبادات، ولكن جاه في الاخر ديال الايه وقال لي واصبر. وعلاش غنصبر؟ واش انا غنصلي وغنصبر؟ واش انا غنامرك بالمعروف وغنصبر؟ واش انا غنهاك عن المنكر وغنصبر؟ ما قالش لي غير صبر، قال لي واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، من اخيرها ومن افضلها انك تصبر، لان لابد غادي تصلي تقدر تاذى. هذا ولا ماشي اذى؟ هذا نوع من الاذى، انك غادي تصلي وتسمع الناس كيدوي وتسمع كذا وتسمع الضجيج وتسمع الى اخره من الاشياء اللي كتكون في المساجد اللي ولات راه هي معروفه. يعني هنا غتاذى ولا ما تاذاش؟ الا ما صبرتيش غتنوض تتغوت، خليتي صلاتك تما، خليتي كل شيء تما. تعليل حتى في الاحكام القضائيه راه كتلقى النطق بالحكم عنده تعليل. يعني انا باغي ننصح شي واحد خصني نعطيه تعليل. مثلا هذا الفقيه حفظه الله جزاه الله عنا كل خير كان عليه علل وبينها علاش انا قلت لهاد النساء ما تجيوش. نعم، يعني اكتملت المهمه اللي قالها. راه علل وقال لهم اش كاين واش كاين، وراه بعض النساء اللي كيجيو يصليو، ولكن باش يرفع عليه هذيك الشبهه. واش عنده الحق يقول لهم هاد النساء اللي كيجيو يديروا الفوضى ما يجيوش؟ انا قلت لك الا علل راه علل، واش من حقه انه يقول لهم هاد النساء اللي كتجيو؟ لا، من حقه يوضح ولا يمنع. انا لا، هو قال لي ما تبقاوش تجيو للجامع، ليس معه في المنع، في مساله المنع ليس معه، لان النبي صلى الله عليه وسلم راه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله راه مطالع على الاجيال كلها، الاجيال اللي غتجي من بعد مطالع على واحد الاجيال غيجيو وكيهضروا في المساجد وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله المساجد، ولكن بيوتي خير لهم. أن تصلي في البيت ديالها خير ليها. قال لها إلا صليتي في البيت ديالك راه خير لك من أنك تمشي للمسجد. ولكن حتى فضل صلاة المرأة في البيت يعني حسب الأحاديث النبوية هو فيه فضل وأجر أكثر من أنها تصلي في المسجد. بين قوسين كاين من النساء مسكينة اللي حافظة غير سورة الفاتحة ولا ما حافظهاش، كتبغي تصلي لأن هي في شهر رمضان، شهر المصحف، باغا تمشي الله يرضي عليك، باغا تمشي وتفرج هي الصلايه ديالها وتصلي. مراه كبيره مسكينه ومراه ما كتهضرش كاع، واش غنحرموها حتى هي؟ يعني هنا